كيف فاطمة شايف؟ نعم نعم. شرطة. شرطة. خليه ساكت. دبينا. الو، شكون؟ عدلان؟ صافا خويا؟ لاباس يسال عليك الخير. فاطمه ما تفكرنيش فيها، راه توقف في الشرع لو 15 تاع هاد الشهر. ايه لو 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة مفتوحة. قضية رقم 62، خديجة سلطان المدعية، فاطمة شعيب المتهمة. فاطمة شعيب. الشهود راهم حاضرين؟ محمد بن يوسف. محمد بن يوسف. الشاهد غايب. السيد رمضان سلطان. حاضر. السيدة خديجة سلطان. حاضرة. عدلان وحسبة. أبناء المدعية السيدة سلطان. يا سيد القاضي، بنتي حسيبة ما جات على خاطر تداوي في فرنسا، وليدي عدلان يقرا في لاسويس ما جاش على خاطر عنده امتحانات. سيد الرئيس، لو سمحتم لدي ما يبرر غيابهم. أنيسة فاطمة شعيب. السيدة خديجة سلطان تقول باللي سرقتي لها السلسلة نتاعها. وش هو الرد نتاعك؟ هم يكذبوا عليا يا سيد القاضي، والله ما سرقت لهم حاجة. لحساب التقرير اللي راهو معايا، السلسلة كانت موجودة عندك النهار اللي لقاو عليك القبض الشرطة. هل النيابة أسئلة؟ هو كذلك سيد الرئيس. الآنسة فاطمة شعيب، النهار اللي وقعت فيه السرقة كنت موجودة في دار حسيبة سلطان بنت المدعية ولا لا؟ نعم كنت موجودة. لما خرجتي من عندهم الشرطة لقات عليك القبض مباشرة. نعم. تقدري تقولي لنا وين صابوا عندك هذه السلسلة؟ لقاوها عندي في الصاك. والغريب في الأمر لما الشرطة لقات عليك القبض وجهتي لعائلة سي رمضان اتهامات خطيرة وخطيرة جدا تمس بشرف هذه العائلة. كنت ساكنة في دار خديجة سلطان، بعد ما تزوجت بنتهم حسيبة بعتوك تخدمي عندها. تقدري تقولي لنا علاش طردوك من بيتها؟ لا ما تردونيش، أنا اللي هربت من عندهم. كان غبتي عليهم مدة 7 شهور، من بعد اللي رجعتي عندهم. وين كنتي هذه المدة الطويلة؟ السكوت نتاعك هذا يخليني نفهم باللي كنتي متشردة تايهة بالسرقة. معذرة سيد الرئيس، احتج عن معاملة موكلتي بهذا الأسلوب من طرف النيابة المحترمة. أنسة فاطمة، ماذا بك تجاوبي على هذا السؤال باش تتوضح لنا الأمور ونقدروا نطرقوا إلى كل جوانب القضية. قولي لنا وين كنتي هذه المدة الطويلة؟ كانت في بيت لامان يا القاضي.
وهذا فضل الرحمن اللي على عباده راضي. شكون المتدخل؟ إذا سمحتم سيد الرئيس، يتقدم أمامكم الشاهد محمد بن يوسف الذي عاش أحداث هذه القضية، والذي بإمكانه أن يوضح لهيئة المحكمة الموقرة جميع تفاصيلها. بس عليك طولت بزاف يا سي بن يوسف. الغايب في حكم الله يا المنادي، وكل عطلة فيها خير. كان مرادي قبل ما جيت نشهد مشيت نزور جدادي أهل الحضرة والخير، السيادك وسيادي. سكوت، واش هاد الكلام؟ عن بالك رانا في سوق عكاظ باش تلقين علينا قصايد شعرية؟ شعر الحكمة ما هو حرام، يفطن من الغفلة والنوم، ومن غير الشعر ما نتقن حتى كلام. هكذا قبلوني في هذا اليوم المعلوم. أمرك عجيب حقا، لكن مع ذلك هيئة المحكمة تسمح لك باش تواصل، ونسمعوا لك على سبيل الاستدلال. الاسم الكامل من فضلك. أعطاني ربي خيار الأسامي: محمد عليه الصلاة والسلام، يوسف اسم بويا، بطاعته راه على مقامي، ونحب الوليا والصالحين الكرام. وين تسكن؟ نسكن في غار مبني بحجاره، بعيد عن الزحام وندي النور من النار. عشقت في الليل حتى أعطاني سراره، والقلب إذا طفات تعمى البصار. على حسب كلامك أنت إنسان درويش مجذوب. مجذوب بحب الله والرسول ما نتعالج. نداوي سقام الغير وعلتي بلا طبيب، بحري مهول بلا رياح هايج، وناري بلا حطب تلهب الهيب. وش هي العلاقة اللي تربطك مع المتهمة فاطمة؟ فاطمة ما تقرب لي، ما هي من نسبي، ما يربطنا دم غير اختي في الله. ندلل الخير طامع في ربي، ما يجازيني غير هو نترجى في رضاه. أشحال في عمرك يا سي بن يوسف؟ العمر أيها القاضي ينقاس بكثرة المحان، ويا ما كسب بني آدم من حيلة. وأنا ديت وجبت في ذا الزمان، ومئات ليلة عشتها في كل ليلة. 50 عام إذا حسبت من شهر شعبان، وإذا قست بالهموم يا حسراه الحالة راهي طويلة طويلة. هل للنيابة أسئلة؟ نعم سيد الرئيس. على حسب ما فهمت سي محمد بن يوسف، ما عندك حتى خدمة تفيد بها المجتمع، راك قاعد تعبد في حياتك. خدمتي نحاول نفيد بها الحيين، وكي نقرا على الموتى في الاخره يزيد كسبي. نقرا القران على قبور المؤمنين، والغاني هو القانع باللي اعطاه ربي. نسبب لعباد الله والشفاء من عنده المبين، نخفف على المرضى بجاه سيدي محمد النبي. وش من القلب عندك تشهد مع بنت نكرت الإحسان؟ عضت اليد اللي وكلتها، القلب اللي يسمح لك تشهد مع بنت متشردة كي هذه. عندي قلب كبير دخلته المحان، واللي قلبه حساس يفهم ما جراله. في قلبي تخاوات المياه والنيران، ومرض الحقد فناه وما بقاش تخباله. إذا سلم القلب ينحرق الشيطان، وإذا فسد يا ويح كي تكون أعماله. كيفاش تفسر كون الذهب المسروق كان عند المتهمة نهار اللي الشرطة لقت عليها القبض؟ هنا التهمة ثابتة، والسرقة واضحة كي الشمس. واضحة كي الشمس؟ الشمس من فوق السحاب، والسحاب من تحته ضبابة، والضباب ما يرد جواب، ساكت تقول غابة. مانيش فاهمك، كن واضح في كلامك. كانت فاطمة كي النعجة بين الذياب، تنادي مسكينة للذيب بابا. دفنوها وردة ذابلة تحت التراب، تاقت في شتا كذابة، واليوم نكشف الكذاب
واسرار مخفيه يا ممثل النيابه. نفهم من كلامك باللي فاطمه ما سرقتش. يا ولو كان جات في سرقه سلسله والله العظيم ما نجي مهول. سرقوا مراير وحنا له بال. يا والمصيبه لو كان تبدا تسول تلقى عقوبتها كبيره يخلصوها جيال. سي محمد بن يوسف، كلامك هذا يخبي سر، تقدر تكشفنا عليه؟ نكشف كل اسرار اذا صبرتوا على القول. واش قسا والديها اللي تحت القبر؟ نبدا نحكي على ابوها الميسوم وعلى امها البتول، وراه قدام عينيكم يبان هذا السر. لقد أذنت لك المحكمة باش تكشفنا على تفاصيل القضية بكل أمانة وإخلاص. شفت واحد النهار في الجبانة السيدة البتول أم فاطمة تغمدها برحمته اللطيف، جالسة مع بنتها تبكي والقلب معلول. غاضتني ومشيت لعندها أنا قلبي رهيف. ما تبكيش على الموت يا ولية، راكي تزيدي عليهم الهول. ابكي على الحيين اللي قلبهم كفيف. ما رانيش نبكي على الموتى، راني نبكي على الحيين. نبكي على راجلي اللي سمح في ولاده وهرب من الدار. ما عليش يا لالا، بالرزانة تتبع الصوف والصبر مفتاح الجنة. كاين الصبر من الصبر، كاين الصبر اللي يجبر وكاين الصبر اللي يدي القبر. اللي شق الفم يرزقوه، وقد ما يطول الليل لابد يجي نهار موراه. قولي لي، علاش هرب راجلك من الدار؟ قصة طويلة. راجلي الميسوم كان في الجبل، وكي استقلينا راجلي ما حبش يديرك وقته. كان يقول لي دايما ما نحبش تديري نيتي. انا جاهدت في سبيل الله ماشي على جال الدراهم. صحابو كامل راهم عايشين لاباس عليهم، عايشين في خير، وهو فرط ما كاين ناس ما سعاهاش. الدار اللي رانا ساكنين فيها ماشي نتاعو، نتاع صاحبو سي رمضان. عطاوها له زمان قبل ما يطولوا الفيلا. سي رمضان شاطر ملقف زهد، جابها مدير عام في واحد الشركة، والعام اللي فات حب يدير الخير في السين ميسوم. بداه يخدم معاه 3 شهور، من بعد صاب روحو برا. ومن ذاك الوقت خرج من الدار وبقى عايش غير مع الخمر والأوتار، وما كان حتى واحد يخدم علينا. رحت حتى قشي، رحت حتى الذهب نتاعي باش نوكل الدراري. وعلاه خرج من الخدمة من عند صاحبه رمضان؟ وانا عرفت نضل نطلع ونحبط ما فهمتش. صح وش بيك تسأل فيا يا سيدي؟ قلت انا نقدر نساعدك. ايه شحال من واحد هكذا تاذاك يا راجلك وسببنا له بكلام ربي. هكذا قالوا لي النساء، هكذا دبروا عليا. قالوا لي كتبيلو على التبعه بالك ربي يجيب الشفاء. يا سيدي وكان تعاوني بالك ربي يجيب الشفاء على يدك ان شاء الله. ما يكون غير الخير شافي هو الله. اذا تعرفي وين نلقاوه ما عليك غير تقولي لي ونروحوا له. ولاد الحومه جابوا لي خبروا. بعيد منا بزاف؟ جيت الحراج قريب لوطوغوت. شوفي يا وليه، هني خاطرك وروحي للدار، وغدوه ان شاء الله نتلاقاو ونروحوا. يبقى على خير. مشيت مع البتول وفاطمة وقربنا من المكان. رحت مذكر الميسوم بطريق الهادي. كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان، سبب يا عبدي وكل شيء من عندي. يوسف
لو كان تجيب لنا هذيك القصيده تاع ما نتبع ما نشرى يرحم الشيخ. ما يكون الله خاطرك يا ميسون، وزيد بزياده، انت اللي كتبتها. من تبع ما نتشرى من رب العالمين نخاف، غدوة قدام نعرى ما تفيدني رشوة ولا كتاب، غنسلق ما في القدرة وعرضي مسطور تحت الحاف، بالصحة والسترة ونبرمهم عند الحفاف، اللي فهم مقصودي يبرى وعلامه يبقى رفراف، ما يطيح ما ينفض من الغبرة ما يديه ريح الزبزاب، ما نتبع ما نتشرى ومن رب العالمين نخاف، غدوة قدام نعرى ما تفيدني رشوة ولا كتاب، ياك الرجل معروف في القصرة تلقاه مباخص الضراب، والزردب في الحفرة والصافي عمره ما يخاف. مهدود عم بالنظرة ولبهم غير بالشلاف، واحد يحلم في البقرة والاخر يحشم بالبزاف، ياك عين الشاري حمرا واللي ما عينوش مزعاف، داروا الاولى في القمرة ومن القمرة ما كاش خلاف. كلامك يقتل يا الميسون. كلام يحياك يا راس بوزلوف، بصح واش يعرف الحمار في بن الدلاع. لا شيخ ماشي في الماء. دز معاهم، زق عليا يا حمام راني رايح الحمام. الجيعان يحسب خشول بانان بيفتيكا. البانان اللي راك تحكي عليه كان سومو من السوم ذهب يا الميسون. جات قصويله. هي يا شيخ. خلاص غادي نمشي لنا الفول البقر. عمي والجبنه والزيتون المعمر، نمو في حجر رمو ودوينه الدجاج محمر يا شيخ. ومشيت في الطريق مع فاطمه ولالا البتول وحكاوا لي على الهم كيهدف عليهم هديف. قالت زوجي كان بالخصايل معقول واليوم الخمر تلف له عقله تليف. قلت لها يتوب زوجك، يقصر الزمان ولا يطول، ما عليك غير بالصبر والإحسان راه ربي لطيف. بات بلا لحم صباح بلا دين، كيما تو صحاب الهبه وبقاو صحاب الخيبه، كيما انت يا بو كرشوف. يا عيال بنان يتباع بالجرام. ما في وقت ما احنا البنان كنا نعطوه الشوابه يا خويا ميسون. نعم ضيقتها بينا يا خويا، تاع يا البلاد تولي بخير، رانا في لا ديمقراطي. يا اخي حالة يا اخي، لا ديمقراطي لا ديمقراطي. يا ولي شدوا الكرسي قالوا هنا يموت قاسي. ايوه الزنزله نتاعي راهي جايه، راهي جايه يا محاينكم، غير خليولها. الله يسمعنا بخير وعلى خير. نفو ورفضوا الدوزان. الحقت انا والبتول وفاطمه يا سيادي، وفهمت السي الميسون في مقصودي، وطال الحديث وبذلت مجهودي باش يرجع المغلوب للطريق الهادي. ما تلومنيش يا العزيز، سبابي رمضان تعبنا على الوطن وحب يرمي لي ولادي للزنقه. تعرف علاش؟ على خاطر ما حبيش ندخل معاه في الحرام. كي جبنا الاستقلال كنا كامل خوا، خبزه وحده نقسموها، ولي ضروا حاجه نبكيو معاه. كان سي رمضان ما يخطيش من داري، كي هو كي زوجتو خديجه، وكي نفكروا واش جاز علينا
يطيح فوق صدري ويبدا يبكي كي طفل صغير. حبيبك جيبك يا الغافل فهم، والاصحاب يرخوا العين كي تخونك الايام. في وقت الحزه الجيب يقول نعم، والاصحاب يسكتوا تقول في الفم الجام. حسرة الدنيا يا حسرة. بركة ما تنوحي عليا، قريب تاكلي لي راسي وتهناي. بعد الشر عليك بابا، بعد الشر. يماك هي سبب ضري، عمرها ما فهمتني، انا نبكي على الجزائر وهي تبكي على كرجة. كنت نسقي معاك على الصلاح يا الميسوم. يا الميسوم، خذ الكلام اللي يبكيك، ما تاخذش الكلام اللي يضحكك، راه غدوه يضحك عليك. يدوق خزي الشيطان بابا وادخل للدار. يا بنتي الدار اللي راكم ساكنين فيها دار سي رمضان. راك غلط يا سي الميسوم. موت الحرمة ولا معيشة التدمام. الحرمة كي تتهلا في ولادك ودارك، انت عندك حاجة ضرتك في قلبك وراك مخبيها. درك نحكي لك، روح يا زمان واجي يا زمان. تلاقيت معاه واحد العام، من بعد مدة طويلة. ميسوم، واش راك ميسوم؟ لاباس لاباس لاباس، هذه غيبة. لا لا يغيبك يا ميسوم، اقرب وابعد. نعم. وين كنت رايح؟ جبت طفلة من مسيت على الخياطة وراني مساها للدار. فاطمة؟ نعم. والله ما عرفتها، كبرت الله يبارك. الله يبارك فيك. واش راكم بالطوموبيل؟ لا راني بالكاليش تاع زوج عواد. هيا طلعوا نوصلك. الله يبارك. مادموزيل. مساء الخير. مساء الخير. وليدي عدنان، حوست عليك شحال من خطرة يا خويا رمضان. وليدك عدلان كل خطرة يجيب لي حكاية جديدة. ساعات يقول لي بابا راه في الخارج، وساعات يقول لي بابا راه في مهمة. كاينة يا عمي الميسوم. واللي ما عنده شاهد كذاب. بيرميتي مادموزيل. ميرسي. من بعد ما نكذبش عليك، رجليات قاعدة. ما زالت البركة، ما زالت البركة يا ميسوم. يقولوا خفيف القدام ينهل وقليل الكتاب ينذل. صار عليك يا ميسوم، على راسي وعينيا. قلت بالك كتاب جنانو نايف جيرانو. واه يا ميسوم، عند بالك انا نسيت واش جوزنا في الجبل، ولكن كل واحد التي بهمه، رانا نهاتفوا معاه من زمان. واش راك تخدم ميسوم؟ خدمتي سهلة مهلة، بهلول وموصي. علموني نقول المدير ما راش هنا، والمدير راه في اجتماع. اما لا راك بواب. هي بدات، واش كاين؟ خدام رجال سيدهم، حمل الرومية وحاسب الهزية. واه يا ميسوم، واقيلا مازالك نية، مازالك نية. واش عدلان ما جارك تقرا في الموسيقى؟ مانيش نقرا دوكا، راني نقري. اللي قرا بكري. غدوة ان شاء الله ما تنساش جوز تشوفني في المؤسسة، عندي معاك قضية تهمك بزاف. بقى على خير. اوغوار مادموزيل. اوغوار. بقى على خير. صح. كيما تفاهمنا، بقى على خير. واش هذا نوال؟ هذا سيكون جوندنا. قلت لك الميسوم نية ويثق فيا بزاف، نعطيوه خبيزة وندخلوه في المعمعة.
خونجي كي يدخل راني نهضر معاه. لا ما تخممش، ما تخافش ما تخافش، ما يتشردش. هو اللي سنيي وهو اللي يجيب الدراهم. ولا تكشف ما تتفرغي فيه هو. احنا ما شفناه مريضة. هي بدات. انت ثاني يا مصطفى بركة تحفف للذيب والذيب يجري. ابقى على خير مصطفى، ابقى على خير. بيسو باش راك كونجي واش جابك؟ خير الخير. ربي هو اللي جابني باش نكشفك يا واحد الخبيث. واش بيك بيسو؟ هبلت؟ راني بعقلي وعقلي في عقله. دير روحك مهبول، تبعك سور. دخلتك تاكل خبيزه واللي تتجسس عليها. بصح انا عند بالي باللي راك فطنت من النعاس، وترى انك انت مازال لك راقد على زوج وذنين. لو كان جيت قافز راك كيما سيادك. سمعت؟ راك بالفيلا والشوفير يسوق بيك. جبتك باش نخرجك من الميزيريا يا واحد الجايح. استحليت الحرام يا رمضان، استحليت الحرام ونسيت 1.5 مليون شهيد. وشنو؟ تكفير كني على كني. زي العينيك تلخاو عينين صاحبك. هيا اخرج عليا، اخرج بين حبس نجي نشوف وجهك في الشركه. راك مطرد من هذه الدقيقه. اخرج. الله يرحمك يا الحاج، نبات الشر ولا طعم عكاس. اخرج. وما تنساش باللي السكنه اللي راك ساكن فيها ملكي. نعطيك 24 ساعه باش تخرج منها. الله يكشفك كيما حاب تكشف لي وترميني ولادي للزنقه. يا الدنيا عيش تشوف. على بيها كسبت البارتمات والفيلات والطوموبيلات. انا عن بالي شفت لي القدري، ولا ربي يبارك لك في الشهريه. قال له ايها القاضي انت شهار وانا شهار، كيفاش جاك الخير هدفع؟ كسبت ملاك وبنيت ديار وانا يا ولادي بالحفا. قال له ايها القاضي تنكشف بجاه القهار، ويا ويحك يوم الكشفة ما تفيدك لا كتاف ما يفيدك دينار. خذ ما اعطاك الله بركك من خطفة. قال له ايها القاضي يا كنت حبيبي يا نكار في وسط جبال اذا تشفى، واش اللي بتلك يا غدار وجعلت من السرقة حرفة؟ سيدي الرئيس واش هذا الكلام؟ احتاج سيد الرئيس. سكوت. سي بن يوسف راك تعديت الحدود ودست على القانون. هذه الاتهامات خطيرة جدا ولازم عليك تتحمل نتائج هذه الأقوال اللي ما عندها حتى علاقة بالقضية المطروحة اليوم. خلوني نكمل حكايتي والحق يبان وتفهموا يا ناس سرار المسألة. لو كان ما جهل وتجبر السي رمضان ما تلحق فاطمة بنت الميسوم لذي الحالة، وأنا ما تهمت حتى حد. الكلام جبته بالأمان، ماني مع الدجاج ماني مع النخالة. كمل حكايتك وماذا بيك تختصر وبلا ما تخذف في حق الأشخاص وتسائل سمعتهم. أجيوا معايا على شط البحر وتعرفوا ما صار وتعرفوا الميسوم الفحل ما جراله. وكي حاوزك السي رمضان من المؤسسة يا هل ترى حوست على خدمة واحدة أخرى؟ يا حسراه وين نروح يقفلوا عليا البيبان. قالوا لي انت بيريمي. وليت نشرب باش ننسى همي، وكي ندخل الدار ونتفكر باللي راني ساكن في دار السي رمضان وتحت الرحمة ديالو نهبط للشط. تمنيت لو كان مت في وقت الطورة ولا نعيش محقور في بلادي. كان يزهر كي السبع والحق نهار وطاح جهدو. حباب وقت الخير والخمير رجعوا له عديان. يبات في الزنق تحت النجوم موسد خدو، يبكي وينازع جسمه من المردشيان. كان سيد الرجال حتى رجع يمد يدو، اصبح بنعت بالصبع حالة المديان. حب ينسى بالخمر والف وحتى طاح عرضه، ما بقى له وجه يقابل بيه الفقر هو سباب المحان. وش هي العلاقة الموجودة بين واش راك تحكي
وبين القضية المتهمة فاطمة. اصبر يا قاضي، علاش هكذا سراب؟ شحال من قاضي ظلم في لحظة مزروبة. انت تهمك فاطمة وانا تهمني الاسباب، وما يخرجوا الوحوش غير الى حرقة الغابة. واصل، لكن حاول تختصر ماذا بك. وجات عندي البتول واحد النهار وهي في عذاب، قالت لي سي بن يوسف استغفر الله، ميسوم حالته ما تعجبش، ما نعرف لا يصبح ولا ما يصبحش. يا ودي العمار بيد ربي وما يكون غير الخير ان شاء الله. ما يامنك غير من غفل يا الدنيا المحال، ويا ويح من غفل وخانوا ذراعه. حالة تاعو يا خالتي البتول ان شاء الله ما يكون غير خير. دخلنا عنده للبيت ولقيناه بالحمى يرجف والعرق يسيل من جبينه ويقطر. بدور كوني صالحة، اتهلاي في روحك وفي الدراري واسمح لي ما تنفع. ميسوم الله يرحمه، لكن سي بن يوسف ما تتغلش عواطف الناس. الموت نهاية كل كائن حي ولا داعي للمبالغات في الكلام. بعد وفاة باباها كيفاش الأنسة فاطمة وصلت لهذه الحالة؟ كيما يقول المثل، إذا جاك الهم يجيب معاه هموم كيس الناس المتابعين. فاتت يامات والباتول بقلبها تتألم، اتصادفت من وفاة زوجها المسكين، الخلعة تقتل وبالأجل ما نعلم، وتوفات الباتول قبل 40، وبقات فاطمة وعمر ومسكين اللي يتيتم يحقروه الناس ويرخوا عليه العين. وبعد وفاة أمك الباتول واش اللي صار؟
كيسبت روحي وحدي غير انا وخويا الصغير، حبست من قرايتين ورجعت نخيط للجيران. وواحد النهار سمعت الدقديق في الباب. فتحي شرطة. هذه هي داركم شعيب؟ اي نعم هنا. شكون هي فاطمة شعيب؟ انا هي. استدعاكم وكيل الدولة. علاش غير الخير؟ تبعين انت وخوك ومن بعد شوفي واش كاين. امضينا هنا من فضلك. شكرا. عمر أروح. وي تمام. جوزهم. اقعدي. شوفي الانسه فاطمه، على بالك بلي باباك الله يرحمه كان في الشراع مع السي رمضان سلطان بسبب الدار اللي راكم ساكنين فيها، والشراع حكم باش تخرجوا منها. نخرجوا بصح ما عندناش وين نروحوا. على بالي خممت على كل شيء. ما تقلقش روحك، راني درت لكم بلاصه في دار اليتامى انت وخوك. فروحوا لينا. لو كان تسمح لي بواحد الراي يا سيدي الوكيل. تفضل سي رمضان. على كل حال سي ميسوم توفى الله يرحمه. وانا حبيت ندي داري باش نزوج وليدي، ماشي سكاره في سي ميسوم. والدراري ما عندهم ما داروا لي. وعلى هذا يا سيدي الوكيل اذا كان تسمح لي فاطمه تبقى عندي في الدار، حاجه ما يخصها. ومن الغدوه ربي ورحمته. بارك الله فيك يا سي رمضان. الخصال هذه قلت في الوقت اللي رانا فيه. فيما يخص الولد يبقى مؤقتا في دار اليتامى حتى نلقى حل لاخته. واش رايك الانسه؟ وعلاش قبلتي تروحي تسكني عند السي رمضان؟ على خاطر ما عنديش وين نروح وعندهم خير من دار اليتامى. وفي دار السي رمضان كيفاش كانت المعامله نتاعهم معاك؟ كانت خديجه مرت السي رمضان ما تحملنيش. سمعتي شكون عملت نشفي؟ حبيت تسوي لكم زعري على ذرعتيك. يلا عاودي كلش. اوه كثرتي عليها يا يما، هذه شحال وانت عقابها. علميها بالعقل. حسيب اختي ما كنتيش ديري لها هكذا. لا يوصلك. شوف من اليوم ما تزيد تجيب سيرة اختك على لسانك. اختك راهي كبيرة متزوجة وعندها راجل اللي يحكم فيها. يلا امشي لبيتك. انا رايح للبيت. ايه طلع الرباح عليا، رجعوا وليدي دخلوهم في الخدامات. سمعتي كي تخلصي طلعي كملي الفراس اللي في بيت الصابون. معليش. لا حبيت نقول واحد الحاجه. خير ان شاء الله. انتقي انا خارجه. توحشت خويا عمر وحبيت نروح نشوفه في الغفلينه. خوكا ولا بس عليه، ما تسيبيليش السبه باش تروحي للزنق. يلا كي تكملي طلعي وصلي الفراس.
بيك فاطمه؟ راكي تبكي؟ وش بيك؟ توحشت خويا عمر ويماك ما خلاتنيش نروح نشوفه. هذا ما كان، هذه حاجه سهله. شوفي خليها عليا وانا ندبر راسي. صح عدلان. ما تقلقيش روحك فاطمه، ما تيقيش فيا. سمعي انتي واش راكي ديري هنا؟ يما انا عيطت لها باش تجيب لي قهوه. يلا غاولي جيبي له القهوه وغطري غسلي الفراسد. كي البارح كل يوم ما زالني وما زال نبغيك ما تغيرت ما تبدلت غير انتي الله يهديك وحال يا عمري انا نخليك شوفي حالي يعطي خبري شوفي نحلف غير بيك يا عمري نحلف غير بيك يا عمري روفي عني لا تزيدي ضري يلي قلبي بين ايديك يلي حبيت فيك عينيك وكتر الموت عليك وكتر الموت عليك. عندك صوت شباب. عندك صوت شباب. ميرسي بور لو كومبليمون. سمعتك ديك النهار تغني، لو كان تعاود لي ديك الاغنيه اللي تقول فيها ما كاينش كي زمان. هذيك هي. شوفي عملت اغنيه جديده اسمعها في هاد لاكاسيت وردي لي خبر. ايه بشحال كنت نحب نغني كيف صغيره. وعلاش عند بالك كبرتي درك؟ شويه. على حسب كلامك عدلان ولد السيده سلطان كانت المعامله نتاعو معاك معامله حسنه. وقتاش بديتي تخرجي مع عدلان؟ نهار اللي قلت له بلي يما ما خلاتنيش نروح نشوف خويا في دار اليتامى. من داك النهار دار فكره في راسو واتصل بختو حسيبه. انا بديت نفهم. شكيت باللي فاطمه راهي عينها فيك، بصح عمري ما ظنيت انت تعبى بها. سي لا في. مادام في نيتك تخرج تحوس معاها برك، بصح قولي عدلان كيفاش ندير باش نعاونك؟ مانيش عارف، خدمي راسك شويه. قول واش كاين في راسك. شوفي نعطيك واحد الفكره باش نخرجوا فاطمه من الدار وشدي مليح في راسك. اوكي الو شكون؟ حسيبه بنتي واش راكي بخير؟ مانيش مليحه، راني نحس روحي شويه عيانه. ايه باقي كي توحمي. بوه مازال ما كتبش ربي. غير الخير. لو كنت بعتي لي هذيك الطفله. شكون؟ فاطمه؟ ايه فاطمه، واحد شهر ولا شهرين هكذا تنقص عليا تعب. ما علي بنتي، هكذا كنت هنا منها شويه. كي يجي خوك عدلان راني نبعثها لك معاه. صح يما، بقي على خير. وكيفاش تطورت العلاقه نتاعكم؟ بعثتني إمات عدلان نعاون بنتها حسيبه، بصح كان عدلان كل خميس يجي يخرجني انا وخويا عمر ونروحوا نحوسوا معاه. اوكي هايله. بصح وقيل عدلان جا. روحي شوفي. جاي عدلان ما تقلقش.
كي مادونا اليوم ومش مجبرين عليك. ما سلمين تشبهني المادونا. هادي شحال وانا نعرفك وعمري ما شفتك شابه كيما اليوم. ميرسي نورمال راح نشوف خويا. بون ديريكسيون اورفلينا. سونيا اجي نصحقك. انتي رايحه وشيه معانا ومن بعد نرجعوه. بصح لازم تردوه لي قبل 6. ما تقلقيش روحك، على 6 ان شاء الله يكون هنا. وي مدام سونيا عطي لهم الابتسامه راهم يردوه قبل 6. روحوا معاها. على خير اي ميرسي بوكو. عمر اروح هنا. وحشتك راك مليح هنا. شوف شوف اش جبت لك. شوف ها شوف اش جبت لك. عندي هاك لا هكذا تشوف مليح. شكون هذاك؟ تعرفوه؟ شكون هذاك؟ شكون؟ واش يقولوا له؟ واش يسموه؟ على بالك هذا ملك الغابه، هذا السبع. راك تشوف هذاك شحال كبير اللي يشوف. راك تشوف؟ ما خفتش. عطيني يدك يا اخي ما تخافش. عمر على بالك تكبري انتيا تولي تشبهي لهذاك. صح هذاك ما تشبه لي لهذاك. شوف قول خبرني لكن الناس غير أماني للهوى ومعاك نتلاقى سوا وما يعيد بيريد الهوى ومعاك نتلاقى سوا وما يعيد بيريد الهوى وعم يسألوني عليك كل الناس وينك يا حبيبي وينك
حبيب. بام 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 بام. ما على باليش بلي تعرفي تغني هكذا. هيا غني لك شويه. خدني حبيبي عجل خدني من قدام الباب، خبيني في قلبك لا تتركني وحدي بالضباب. لا 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 لا. عجبتك؟ C'est formidable. على بالك بابا راه منايفني. وعلاش؟ ميرسي. وعلاش هو منيفك باباك؟ علاش؟ على خاطر رفضت لابورس اللي جاب لي باش نروح نقرا في الخارج، ولو كان على بالو جي ريفوزي على جالك ما فراتش. واش تحب تاكل لي فريت؟ على بالك واش راني نشوف؟ وشنو؟ عدلان راهي 7. اوه سي با وقلنا غراف. نديوه له في على 6. سي با غراف. شفتي تزاير؟ شابة تزاير. Japonais qui s'appelle Issey Miyake, qui est né en 1938 الو لوخدينا. نعم. واسمه الولد اللي دوا؟ معليش ما يكون غير الخير ان شاء الله. شفتي واش دار لنا وليدك؟ راح هو فاطمه اللور في لينا وخرجوا عمر. اخي مصيبه يا اخي. ايه دارت رايها هذه ولعبت بوليدي. شوف يا راجل، دوك تليفوني لها الحسيبه وتقولها طردها باش هكذا نتهنى من جدها. اوف راسي جاني راه نشوف الكاشف. الو حسيبه، هكذا ديريها ببابك ها؟ هكذا عدلان يخرج مع فاطمه وانا ما على باليش. بصح وين كنت على بالي يا بابا؟ انا قال لي يما تحقى لابخيميدي. لو كان يمناك اللي سحقتها كانت هي تعيط لها. اسمعي دوك كي تدخل فاطمه لمي لها كاع قشها وارميها تروح برا. ونرميها للزنقه. سا سني با مون بروبليم، ماشي غير هي اللي راهي في الزنق. سمعتي؟ البرا فهمتي؟
عدلان. مساء الخير يما، واش كاين؟ باباك يخصك. خير ان شاء الله. صرف تعرف. واش كاين بابا؟ جيت يا واحد الرويجل. رد روحك مهبول. ما غاتكش يماك اللي مقبله وهي تبكي. ما غادكش باباك اللي رايحين يوريوه بالصباح. وانت يا واحد الرويجل تخرجني مع خديمه. عندك ما على باليش. تليفوناولي من الورفدينا. شوف بابا، راني كبير ونعرف صلاحي. واش حاب يقول؟ حبيت نقول باللي فاطمه طفله مربيه وما يخصها والو. ما تقوليش باللي راك ناوي تزوج بها. وعلاش لا؟ حتى هي بنت ناس، وباباها الميسو ملاحم وكان معك في الجبل. واش بك هبلت يا ولاد؟ نقرا نساء. والله غير عمري ما فهمتك. خطبنا لك بنت الوالي ما حبيتش، خطبنا لك بنت الجنرال ما حبيتش، واليوم نفحت لك على هذا القرصه هذه. عام وصايم وكيف تفطر على جيران. الو. هذه انت. هنا وهنا. هاكي نجوزوا لك. عدلان، اسمع خويا، انا مش على جالك نطلق من داري ولا نتعدى مع ماليه. وعلاش وصرا؟ بابا تليفونالي وقال لي حوزي فاطمه. على كل حال راني قلت لها وراحت وحدها. واش قالت لك؟ قالت لي نروح عند خالي في البلاد وما خلاتليش لادغيس. ما على بالكش وين؟ راني نقول لك ما خلاتليش لادغيس. وقالت لي قولي لعدلان الحلم تاعنا محال يتحقق وماذا به انساني. وشنو؟ قالت لك ماذا به انساني؟ بون خويا ما تزيدش بدلي هاد الحكايه وخليني نعيش ترونكيل في داري. حتى انا نعرف واش ندير. سمعي انتيا، انا خليتك تقعدي عندي شي يامات بصح ومن بعد شوفي وين تروحي، فهمتي؟ Madame, Monsieur, bonsoir. Alain Gauthier est arrivé le premier au Sable d'Olonne après 110 jours et 2 heures de mer et un tour du monde en solitaire sans escale. C'était à 16h24. أنا فكرت مليح، باغي نروح نقرا في الخارج. العقل في راحة. على بالي باللي حاسبها طفلة عاقلة وترجعك للطريق. يا سيدي كي حبيت تروح تقرا في الخارج ما يكون غير خاطر. كل شيء راه واجد. راه ملي حبيت راهم واجدين. على خير. بسلامة. من داك النهار ما زدتش شفت عدلان وحاسبه اختو قالت لي بلي راه الخارج باش يقرا وبعد يا مات. فاطمه فاطمه واش بيكي فاطمه راكي مريضه؟ سي با نورمال. هادو يومين ولد تاعك راه مبدل. نروح نعيط لك للطبيب. سي با لا بال ما يشقاش. فين نشوفك طبيب؟ تفضلي جوزي دي زاناليز وان شاء الله من شهر انا عاود نجي نشوفك ومبروك عليك. حمد هيا بقى على خير. سمينا بزاف بزاف على سيرنا. نوضي نحوس ليه الباب.
الو الو يما، تعرفي شكون كان هنا؟ طبيب. لا لا، شاف فاطمه وقالها راهي حامل. يا اخي مصيبه طاحت علينا يا اخي، خاطر انتيا لو كان خديتي راي باباك وحوستيها للزنقه، لو كان اليوم ما تحصلش في عدلان، بصح انتيا دايما ديري في رايك. يما بلتي هواه، ما نقدرش ندير هاد الشيء. دوك يجي باباك يشوف كيفاش نديرو. لو كان سمعتي ليا ما راكيش في الحاله اللي راكي فيها اليوم، وتزيد يماك تدبر عليك وتقول لك ديري لفاطمه عقار في الماكله باش طيح الصغير اللي في كرشها. حبيتي تباصي؟ اوه كريم، اللي فيا يكفيني. بون ما عنديش الوقت دركا، كي نرجعوا نقصروا عليها. دوك تهلا في روحك. على خير. بون فواياج. حسيبه كش ما تسحقي. لا لا ما نسحق والو، راح برك خمني ديك الطابله وغسلي دوك الطيسان، وما تنساش تسخني العشاء. فاطمه، والله هذه فاطمه هذه. فاطمه فاطمه، روحي لهنا. حبيتي تلعبي لي بشرفي يا واحد المودية ها؟ صح صح، اقعدي نهضر معاك. اقعدي. شوفي، نعطيك الدراهم من اللي حبيتي، نديك معايا لفرنسا وتم تفسري عادك. شوفي انا جبت لي فيه ها بصح انا مانيش حابه ندير حاجه كيما هذه. والدوفيز اللي تحتاجيه راه واجد. نعاود نرجع لك الدار اللي كنت ساكنه فيها مع مواليك. لا محال، ما نقدرش ندير حاجه كيما هذه جامي. وشنو؟ عندك تغلبيني يا واحد المدية ها؟ ما تخافيش. اوه ما تعرفش بابا.
فاطمة، فاطمة يا بنتي، نوضي 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 يا بنتي. بنتي وحدك هنا في المغارة؟ جيت البارح في الليل نحوس عليك، وكما لقيتكش هنا قعدت بت وهربت من عندهم. هربتي من عندهم؟ وعلاش هربتي يا بنتي؟ عدلان. عدلان ولد رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي يا بنتي، ما ديري في قلبك والو، راه كل شيء يجوز. واليوم نديك عند واحد الناس طيبين وملاح ومازال في قلبهم رحمة، تقعدي عندهم حتى ربي العالمين يفرج. يلا يا بنتي يلا يلا نروحوا، على خاطر عندي مرضى يجيو باش نسبب لهم ونعاود نرجع. نوضي يا بنتي نوضي. يا رب العالمين. السيدة عائشة عبد الحفيظ. كيفاش كان سلوك المتهمة في دارك؟ سمحي لي يا سيد القاضي، وفهمها غير مليح تعرف. يمكن لا فاطمه بخامين استفونا الطفال وتفغانا يا سيدي سكوا سميدو سار وخاميو اميد سميت ربا اميد حلا نبيت تتولي قماس بخام يهوجيلي اسل عيد مقران. الشهاده تقول باللي المتهمه ما كاش تخرج من الدار، وتقول كذلك بعد ما زايدت وريحت داوها تشوف خوها في دار الإتامة نهار العيد الكبير. لكن كيفاش جاتها الفكرة باش تمشي عند السيدة حسيبة سلطان بنت السيد رمضان؟ أنا اللي مديت لها الفكرة يا سادة يا فحول. بعد ما حصنت المولود بكلام ربي والرسول قلت لها بلغي بالمزيود يا بنت البتول، ما تكتمي السر لا يبقى ابنك مجهول. فاطمة واش تحكي عندي؟ حبيت نتصل بعدلان باش نقولوا بن زيد عنده ولد. شوفي فاطمه ما تزيديش تدخلي في هذه المساله هذه، وزيدي ما راهي هنا كنت تفكري ما تفراش. ما حبيتيش تدخليني، ما عندي غير نروح لابوليس وهما يدبروا راسهم معاكم. فاطمه اروحي ادخلي. يما على بالك شكون جا؟ شكون جا؟ فاطمه. فاطمة بنت الفيسو هي بدات. دخلتيها؟ ايه كيفاش حبيتيني ندير؟ لو كان ما دخلتهاش كنت رايحه لابوليس. لابوليس؟ قلتي لها بلي راني هنا. ايه قلت لها. اي تقول بلي زاد ولد عندها وحبت تشوف عدلان. خليني انا اللي كنت ندبر راسي بيها، نوري لها الفزان ديالها وين. فاطمة واش راكي؟ كيما يحب ربي. واش بك كي واقفه ما كاينش برانيه؟ جوزي تقعدي جيبي المونطو ديالك هكذا قعدي.
ايه على حسب ما حكت لي حسيبه بنتي. زاد عندك ولد؟ مبروك عليك. بصح وليدي عدلان عمره ما جاب لي سيره هذه الحكايه. اسمعي خالتي خديجه، حاسبه بنتك على بالها بكلش. ولا سحقيتك شي دراهم، رانا هنا نعاونوك على وتشم عليك. بصح انا ماني طالبه والو، انا طالبه غير عدلان يصنع بوليدو. اسمعي ما تكتريش على ما وصاوك. ها سمعتي؟ ماشي عطيناك اليد وتحبي تبلعي الدراع. يلا نوضي خليني نسمع صباطك وخرجي برا. نوضي 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 يلا برا ريدي هاني عليك. خرجي يا خالتي خديجه هي قلت لك الحق والله العظيم غير الحق. هاي بنتك حاسبه على بالها. يا خلاص خرجي علينا. ردي حوايجك وخرجي عليا. يلا خرجي برا برا. خرجي خرجي عليا برا. خرجي برا يلا. بصح حاسبه لو كان شهدتي بالحق ما تيتمش وليد خوك وطحر من باباش. بصح هي شريدانه ويجي نهار وين تولدي وتربي وتخافي من عواقب ربي. برا يلا. الو الكوميسارية، مساء الخير. من فضلك جوز لي الكوميسار. قول له مدام سلطان. الو مساء الخير سي عثمان، واش راك؟ بخير؟ لاباس الحمد لله. شايل مدام؟ الحمد لله الله يسلمك. ايه اني تليفوني لك على ديك الخدامه اللي كانت عندي اللي طردناها. ايه جات لعندي وغفلتني ما بين ما رحت الكوزينه سرقت لي سلسله تاع الذهب. السيد حيادي مفتش الشرطة. نعم سيد الرئيس. قلنا وين صبت السلسلة نهار لقيت القبض على المتهمة. لقيناها عندها في الصاك سيد الرئيس. لدينا سؤال سيد الرئيس. اتفضل. ماذا كان رد فعل المتهمة لما ألقي عليها القبض؟ وبحوزتها القلادة ذهبية، أو بعبارة أخرى هل صرحت لكم مثلا بأن هذه القلادة ملك لها؟ نعم سيد الرئيس، قالت لنا السلسلة هذه ماشي نتاعها، وما عرفتش كيفاش لقاتها عندها في الصاك سيد الرئيس. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة. في التقرير نلاحظ باللي ما عملتوش تحقيق مع عدلان، رغم أن المتهمة صرحت باللي قضية السرقة ما هي إلا مكيدها، والقضية الحقيقية دائما حسب التصريحات نتاعها هي قضية الحمل. رسلنا السيد عدلان سلطان سيد الرئيس، وما تلقينا حتى رد سيد الرئيس. شكرا، تقدر تنسحب. شكرا سيد الرئيس. والمسجود هذا اللي هدرتوا لي عليه وين راهو؟ باباه عدلان هذا الضحية. نحلف بيمين يا سيادي ما زدت ما نقصت في القضية، وإذا كذبت غير نفوني من بلادي. طلبت نشوف الصبي ما طلبتش تعطيني رايك. السيد بن يوسف، كيفاش عاونت الآنسة فاطمة وانت إنسان تقي الله وعندك دراية بالدين، وكنت عالم بأنها حامل بصفة غير شرعية؟ يوه القاضي، كي تصيب واحد يغرق في البحر وينادي النجدة الغيث يا أحبابي، ارفق به وسلح روحك بالصبر وكون معها رحيم، هذه من سنة النبي. وش هو الرد نتاعك على هذه الاتهامات الخطيرة؟ يا سيد القاضي، لو كان وليدي كان سبب هذه البليه لو كان راه حضر اليوم، بصح هاد الناس كذابين. خافي من ربي عندك الاولاد، ما تدي غير شبر كي انت كي العباد. واش يسلكك يوم الوقفه اللي ربي راد، ما يفيدك لا مال ولا كتف عراض. سي بن يوسف. يا سيد القاضي، ما يسمحش لهاد الدرويش يتكلم لي بهذه الصفه. ماذا بيك ما تجيش تتكلم بلا ما نعطيك اذن. ما تلومنيش يا القاضي، لساني عفر. بعض اوقات ندخل في تخبالي، كي نشوف الظلم ما نقدر نصبر، نتهول كي الموج ويجوني حوالي. لدينا سؤال سيد الرئيس. هل للمدعية أن تفسر لنا كيفية وجود قلادتها الذهبية في بيت ابنتها حسيبة؟ يا سيد القاضي، انا مانيش موالفه نخدم الشغل بسياقتي.
بصح نهار اللي رحت عند بنتي ضيفه باش نعاونها حطيت السلسله ديالي في الصالون. هذه هي السلسله. نعم سيد الرئيس، هذيك هي السلسله ديالي. راه تكتب عليا يا سيد الرئيس. تقدري ترجعي لمكانك. السيد رمضان سلطان. وش هو الرد نتاعك على هذه الاتهامات المنسوبة إليك؟ سيدي الرئيس، هذه الاتهامات ما عندها حتى أساس. هذه شهادة زور وبهتان. كيفاش تفسر فاطمة تغيب 7 شهور بلا ما تروح تشتكي بيا للشرطة؟ وعلاش حاوزت المتهمة من دارك؟ سيدي الرئيس، بعد ما درت الخير في هذا البنت طيحت لي بعرضي قدام الناس، وجابوا لي اخبارها الجيران وقالوا لي باللي لما تغيب حسيبه بنتي من الدار تخرج تحوس مع واحد الشاب مجهول. وعلى هذا السبب اللي طردتها من الدار. وهذا الناس اللي قالوا لك على هذا الشاب يعرفوا وليدك؟ نعم سيدي الرئيس، يعرفوا وليدي واكدوا لي باللي ماشي هو اللي شافوه معاه. شكرا. تقدر ترجع لمكانك. الكلمة لدفاع المتهمة. إن موكلة سيد الرئيس عانت سلسلة من المآسي الاجتماعية، بدءا من طرد أبيها السميسوم رحمه الله من منصبه في الشغل، إلى إهماله لأسرته بعدما عجز عن سد نفقاتها ومواجهة متطلباتها. عرفت بعدها فاطمة موت الوالد ثم موت آخر سند لها في الحياة، وهي والدتها السيدة البتول تغمدها الله برحمته، لتجد نفسها مطرودة من البيت هي وأخاها الصغير عمر، ويا ليتها وجدت الصدر الحنون. وأكثر من ذلك، فقد تلقت وبصبر كبير صدمة نفسية قاسية، والمتمثلة في فصلها قصرا وعنوة عن أخيها الصغير الذي أودع دار اليتامى والموجود بها إلى يومنا هذا. ثم تدبر لها تهمة السرقة، وقد أريد بها إبعاد فاطمة وبكل وسيلة عن سكة عدلان، لا لشيء سوى أن هذا الأخير تعلق بموكلتي. هل تقصد باللي السيدة خديجة كان عندها هدف آخر من وراء هذا الاتهام؟ نعم سيد الرئيس، الأم تذهب كضيفة إلى بيت ابنتها وتنزع عن عنقها قلادتها الذهبية، وهذا حسب ما صرحت به المدعية منذ قليل، وكأن القلادة تعيقها عن القيام بشغل ما. إن موكلتي فوجئت حقا بوجود القلادة داخل حقيبتها، وعلى أي حال فقد اعترفت بأنها ليست ملكا لها، وذلك يوم إلقاء القبض عليها، وهذا يدل على أن أمرا كانت تخبئه هذه التهمة. بل أليس من الأرجح أن نقول أن العملية جاءت مقصودة بالفعل، خاصة إذا علمنا أن فاطمة قادمت إلى بيت السيدة حسيبة سلطان لتعلم هذه العائلة بأن هذا المولود هو ابن عدلان. مادام هذا الصبي ما عندوش شهادة ميلاد رسمية تثبت تاريخ ازدياده بالضبط، كيفاش تقدر تبرهن لنا على الأقل أن المتهمة فاطمة كانت حامل كي كانت موجودة في دار السيدة حسيبة سلطان أخت عدلان؟ نتأسف كثيرا لعدم حصولنا على شهادة طبية تثبت وقوع الحمل في بيت السيدة حسيبة سلطان بنت المدعية، ذلك لأن هذه الأخيرة قد دبرت العملية بإتقان، وغيابها اليوم كان منتظرا ومتوقعا، وكيف لا وهي التي اكتشفت حمل فاطمة من أخيها وفضلت أن تستدعي طبيبا إلى بيتها، وهو صديق لوالدها بطبيعة الحال. لكن السي رمضان حسب التسريحات نتاعو يقول أن المتهمة طردوها من البيت بسبب سوء أخلاقها وبسبب علاقتها مع شاب مجهول. إننا نؤكد على وجود علاقة متينة بين عدلان وفاطمة، ويتضح ذلك من خلال مرافقته لها عدة مرات أثناء زيارتها لأخيها بدار اليتامى. وما الشهادة التي بحوزتنا اليوم أيها السادة والتي منحتنا إياها مديرة هذه المؤسسة إلا دليل قاطع على ما نقول. لذلك فكل محاولة نفي لهذه العلاقة تعتبر محاولة فاشلة وغير صحيحة.
كما أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن موكلتي لم تطرد، بل هربت من بيت هذه العائلة. نعم، هربت من هذا الجحيم، فالموت كان يلاحقها والخطر يحدق بها في كل مكان، وكيف لا تهرب؟ وهي التي استعمل معها كل الوسائل من أجل إجهاضها ومن أجل إسقاط الجنين من بطن أمه قبل أن يرى النور. وهكذا تكون عائلة سي رمضان قد تخلصت من مولود لم تكن ترغب بأن يأتيها ذات يوم من خادمة، وتكون بذلك قد نجحت في درء العار وستر الفضيحة عن نفسها. ما دام المتهمات تدعي باللي سي رمضان اضربها وهي حامل، علاش ما مشاتش تبلغ عنه الشرطة؟ وما دامها تدعي بأنها حامل من عدنان، علاش ما اتصلتش به؟ إن فاطمة سيد الرئيس لم تريد الإساءة إلى عائلة سي رمضان، لأن ابنه عدلان وعدها بالزواج، ولا يمكن بأي حال أن نعتبر غيابه اليوم موقفا من طرفه. دفاع المدعية خديجة سلطان. سيد الرئيس، السادة المستشارين، يحضرني هنا بيت شعر يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. واعذروني إن استشهدت بهذا البيت الشعري، فليس ذلك حبا في الزخرفة الكلامية، لكني رأيت فيه خير معبر عن تصرف المتهم الماثل أمامكم اليوم. هل يعقل أن يرد الجميل بهذا التصرف الشرير ولا أخلاقي؟ طبعا لا. ثم لماذا تصر المتهمة على الإساءة لليد التي أطعمتها من جوع، وللأسرة التي أوتها وحمتها من الضياع والتشرد؟ لكن كما يقول المثل: إذا عرف السبب بطل العجب. فأمثال هذه المتهمة فقدنا الكرامة يوم فقدنا الحصانة المادية، وهذا هو حال المتهمة التي أرادت أن تنتقم لفقرها بالسطو على ممتلكات الغير وبغير حق. فهل هذا هو جزاء من يقدم خيرا لمن لا يستحقه؟ ولو توقف الأمر عند هذا الحد لكان أهون، لكن أن يصل إلى درجة المساس بشرف موكلي السيدة خديجة والسيد رمضان، فتتجرأ هذه المتهمة على نسب هذا اللقيط إلى ابن هذه العائلة الفاضلة، فذلك ما لا يمكن للعقل أن يتصوره. ولست أدري لماذا تريد المتهمة الإساءة إلى سمعة السيد رمضان وهو المعروف بمركزه الاجتماعي المرموق، لكن هيهات أن تحط من شأنه، وأقولها من الآن: إنها لمحاولة فاشلة، فالشريف يظل شريفا. نعم أيها السادة، فرغم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السيد رمضان، لكنه أنقذ فاطمة حتى لا تنزلق في هاوية الفساد وتكون بذلك لقمة سائغة، وهي التي كانت على شفا حفرة من الضياع والتشرد. نعم، فتصرف فاطمة المتمثل في سرقة المجوهرات تصرف له ما يبرره، فوضعيتها الاجتماعية المتأزمة إضافة إلى مجيء مولود جديد إلى هذا العالم، كل هذا يعني نفقات جديدة لم تجد فاطمة حلا لها إلا بالسطو على مجوهرات السيدة خديجة. أما قضية الحمل فيصدر بنا أن نشير على أنها خطة من طرف المتهمة، محاولة منها نسب هذا المولود الجديد إلى عائلة غنية، أو على الأقل كسب أموال طائلة مقابل ستر وكتمان الفضيحة، في حين أن المتهمة كان لها سلوك مشبوه فيه وعلاقة مع شاب مجهول، وهذا الأمر كان سببا في طردها، وهذا حسب ما صرحت به السيدة سلطان قبل قليل. وهكذا استغلت المتهمة سذاجة الشاهد محمد بن يوسف فحكت له ما أملته عليها أهواؤها، وأوهمته بأنها حامل من عدلان. ثم إني أتعجب حقا كيف تستند هيئة المحكمة الموقرة على أقوال هذا الشاهد الغريب الأطوار وغريب في نفس الوقت عن أحداث القضية. فهل كان حاضرا عند وقوع حادثة السرقة؟ طبعا لا. إنه لمن الخطأ الفادح أن نتخذ كلامه شهادة رسمية في قضية خطيرة كقضية الحمل. أما عن الادعاء باعتداء السيد رمضان ضربا وشتما على المتهمة،
فلا أملك إلا أن أتساءل إذا كان ذلك قد وقع حقا. ثم لماذا لم ترفع المدعية شكوى ضد السيد سلطان رمضان؟ ثم لماذا كتمت المتهمة سر الحمل طيلة 7 أشهر؟ ولم تحاول ولو مرة واحدة الاتصال بمن هي تزعم أنه كان سببا في حملها لتأتي اليوم وبعد أن وقعت في قبضة العدالة وتدعي أن المولود هو من صلب السيد عدلان. شكرا. الكلمة للنيابة. سيدي الرئيس، السادة المستشارين، لا تغرنكم المظاهر عن البواطن. كم من مجرم أخفى وجهه الحقيقي بقناع المذلة والانكسار، وهذا كله من أجل ماذا؟ من أجل بلوغ غاية في نفسه، حتى إذا وقع في قبضة العدالة حاول باستعمال هذه اللهجة العاطفية التأثير على المجتمع. هدفه الوحيد كسب العطف والشفقة، وهذا كله تمويه وتزييف، لكنه استهتار وعبث. خادمات البيوت هذا عملهم وشغلهم دائما، لا يدخلن بيتا إلا ليخربنه ويبعثن فيه الفساد. لكن ماذا بيسعنا أن نقول سوى أن الإنسان يتلون بلون الحياة التي عاشها؟ لماذا نريد اليوم أن نظهر هذه المتهمة بمظهر البراءة والطهارة؟ لماذا نريد اليوم أن نلبسها هذا الثوب وهي الظالمة المعتدية؟ نعم سيد الرئيس، من المؤسف حقا أن يدفع هذا الطفل البريء ثمن تهور أمه ولا مبالاتها. من المؤسف حقا أن يدفع هذا الصبي ثمن سلوكها الطائش. ولكن بما أن الأمر استفحل وبلغ الضرر أقصى درجاته، فيجب علينا سيد الرئيس أن نطهر المجتمع من منبع وينبوع هذا العار. إن القضية واحدة، وهي سرقة المجوهرات، وقد ثبتت التهمة على فاطمة يوم إلقاء القبض عليها. أما قضية الحمل فإنها زادت الطين بلة، وبرهنت على ما لا يدع مجالا للشك، برهنت على سوء نية المتهمة. وهكذا أصبحت الجريمة الواحدة جريمتين اثنتين. فماذا ينتظر المجتمع من فتاة متشردة؟ أيمكن لهذه المرأة أن تنشئ جيلا صالحا؟ إن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار والترصد. وفعلا اتضح أن هدف المتهمة لم يكن نبيلا، ولو كانت حسنة الخلق لما بلغت بها الوقاحة إلى ارتكاب هذا الفعل الشنيع والمخل بالحياة. ولهذا فإن النيابة تطالب ب3 سنوات سجن نافذة في حق المتهمة، حتى تعتبر هي وأمثالها من تخول لهن أنفسهن بالإجرام في حق المجتمع. أما الصبي البريء فمن الأحسن أن تحتضنه دار اليتامى. سيد الرئيس، إن النيابة لا ترى داعيا في حضور سي عدلان كي تفصل في هذه القضية الواضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار. أشكركم سيد الرئيس. المتهمة فاطمة شعير. سيد الرئيس، السادة المستشارين، مثلما الموت لا يختار ضحاياه، كذلك الإنسان لا يصنع قدره. فالإنسان سيد الرئيس يولد في هذا المجتمع، وكثيرة هي الظروف المفرحة حينا والمحزنة أحيانا أخرى، تتشابك لترسم له طريق حياته. إن أمنيتي بعد أن نغادر هذه القاعة أن نكون قد وفقنا قدر الإمكان في تفادي حدوث كوارث ومآسي أخرى، لأن ولعل من مساوئ القانون أحيانا أنه منطقي جدا، ولا تهمني قضية السرقة بقدر ما تهمني قضية أخرى بالغة الخطورة، والذي أعنيه هو مصير هذا الطفل البريء بعد أن نزج بأمه في السجن. فهل نحن بذلك قد أحسننا فعلا
أم أننا قد فتحنا بؤرة للفساد؟ ثم أي مصير ينتظر هذه الأم بعد أن تخرج من السجن؟ أي مصير؟ كيف باستطاعتها أن تتحدى هذا المجتمع وهي تعايش الماضي بكل ويلاته وفي أعماقها سجل من الذكريات المؤلمة؟ ثم هل يمكن أن نتجاهل أننا في عالم تملأه المادة والمظاهر؟ إن الذي يرفض إعطاء هذه المرأة دينارا صدقة ونفسه يقبل أن يمنحها أموالا كثيرة، لكن مقابل ماذا أيها السادة؟ مقابل ماذا؟ مقابل التجارة بعرضها وشرفها، مقابل التجارة بجسدها وجمالها، مقابل التجارة بعفتها وكرامتها. إنها لمساومة قاسية وواقع مؤلم حقا. فبدل أن نكون سببا في تشريد هذه الأسرة، ألا يجدر بنا أن نقدم لها العلاج، وذلك بأن ننتشل أفرادها من مهاوي الفساد الذين هم على حافتها اليوم، فلا ربما أصبحوا مواطنين صالحين. فهل نريد أن نغتال أحلام هذا الصبي البريء وننتزعه بقوة من صدر أمه؟ اسمعوا إلى بكائه، إنها صرخة مستضعف مظلوم قد تتصدع أبواب السماء بأنينه، لكن أن له أن يطلب الرحبة في مجتمع لا يرحم اليتيم. وماذا نكون قد أنشأنا من هذا الصبي بعد أن ندخل أمه السجن؟ طبعا لا شيء، لا شيء أيها السادة، سوى جسم متحرك خالي من أي حب وحنان أرضعناه كل السخط والكراهية. ومن ليس في قلبه حقدا سيؤدي به حتما إلى الانتقام فيما بعد. كم كنت أتمنى حضور عدلان اليوم ليسمع بكاء ابنه، كم كنت أتمنى ذلك أيها السادة. شكرا. سيد القاضي، اسمي عدلان سلطان، وجيت نعترف بأن هذا المزود وليدي يا سيد القاضي، وليدي، وفاطمة مرتي. الجزائر كسفينة، تمين يمين وشمال، الجزائر كسفينة تميل يمين وشمال وعمرها ما تغرق رغم القيل والقال. الجزائر شابة صغيرة وتقولوا عرقها ذبال، والله ما نحزن مادام فيها رجال. انت اخويا وانا اخوك، ديرها مليح بالبال، وكان تخاصموا غير عدونا اللي نال. الجزائر فوق كل اعتبار، كل ما توزن كالجبال، واللي خان بلادو ينكشف قصر الزمان ولا طال. وداري داري وداري داري داري داري